ياسر إبراهيم يرحب بالتجديد وتعديل عقده مع الأهلي، وينتظر تحديد النادي جلسة للتفاوض خلال الفترة القادمة دون تحديد أي شروط على النادي. محمد مجدي قفشة يرفض بشكل تام إغراءات المريخ السوداني ويتمسك بالبقاء في الأهلي الموسم القادم. نادي زد يشترط الحصول على خدمات أحمد عيد وأحمد خالد كباقة من الأهلي للتفريط في طارق علاء الظهير الأيمن للفريق في الانتقالات الجارية، في ظل حديث وكلاء اللاعبين عن عروض كثيرة لمصطفى شوبير وإمام عاشور، ولم يصل أي شيء رسمي للنادي. الأهلي يقرر إغلاق ملف رحيل لاعبي الفريق بموعد محدد نهاية الشهر الجاري، وغلق الباب أمام أي عروض تصل لأي لاعب، وذلك حتى يوفر الاستقرار الكامل للجهاز الفني. بعد رفض النادي العديد من العروض للاعب الحسين عموته، يعقد جلسة خاصة مع محمد عبد الله لاعب الأهلي الشاب، ويؤكد للاعب أن النادي رفض كل العروض التي وصلت له لحاجة الفريق لخدماته الموسم الجديد، ويحذر اللاعب بألا ينساق وراء وكيل أعماله آدم وطن الذي يحاول تشتيت تركيزه بالعروض التي لا تناسب إمكانياته. سيراميكا كليوباترا والمصري البورسعيدي يرحبان بالحصول على خدمات جراديشار على سبيل الإعارة بشرط سداد الأهلي الجزء الأكبر من راتب اللاعب السلوفيني. ومصدر بالأهلي يؤكد أن خيار إعارة جراديشار مطروح بالفعل، لكن النادي لا يفضله حتى الآن، ويحاول إيجاد عروض جيدة للاعب من الخارج حتى لا يتحمل أعباء مالية. في ظل محاولات بعض مسؤولي النادي إقناعه ببقاء اللاعب الموسم القادم، الحسين عموته يؤكد لمسؤولي الأهلي أنه لا يمانع بقاء محمد مجدي قفشة الموسم المقبل حال رحيل محمد علي بن رمضان وإمام عاشور الفترة القادمة، لكنه لا يفضل استمرار اللاعب في حال بقاء الثنائي مع الفريق لأن فرص مشاركته ستكون صعبة. رضا سليم يناقش مع مسؤولي الأهلي كل العروض التي وصلت له من مصر والمغرب وليبيا والإمارات لتحديد وجهته القادمة، وذلك بعدما رفض الأهلي تماما فكرة التفريط في اللاعب مجانا كما يريد وكيل أعماله. المصري البورسعيدي والاتحاد السكندري وزد ينتظرون تحديد محمد شريف موقفه النهائي من الانضمام لأحدهم بعد خروجه من حسابات الحسين عموته. الأهلي يحاول إنهاء صفقة المهاجم المغربي سفيان بن جديدة بالتقسيط مع نادي المغرب الفاسي لصعوبة سداد قيمة الصفقة كاش كما يريد النادي المغربي. الأهلي يرفض عرض من نادي الشمال القطري لشراء مروان عطية لاعب الوسط لحاجة الفريق لخدماته الفترة القادمة. نادي نورشلاند الدنماركي يخطر إبراهيم عادل بموعد عودته للتدريبات، ويؤكد للاعب استمراره مع الفريق الموسم المقبل وإغلاق الباب أمام رحيله. النادي المصري يستعجل الأهلي مجددا لإنهاء صفقة عمر الساعي ومحمد شكري ومصطفى العشي لكي ينضم اللاعبون إلى معسكر الإعداد. نادي الزمالك يكثف مفاوضاته مع المغربي عبد السلام واضو مدرب أورلاندو الجنوب أفريقي لقيادة الفريق الموسم الجديد. أحمد فتوح يرحب بتجديد عقده مع نادي الزمالك بشرط تعديل راتبه ومنحه راتبا يناسب قدراته. نادي الزمالك ينتظر وصول عروض جيدة لمحمد صبحي حارس المرمى في ظل الخلافات المستمرة بينه وبين محمد عواد. جماهير نادي بشكتاش التركي تطالب إدارة النادي بالتعاقد مع محمد صلاح وتنتظر حسم المفاوضات مع اللاعب في ظل وجود خلافات على المقابل المادي. الاتحاد التونسي يستقر على تعيين معين الشعباني مدرب الترجي السابق مديرا فنيا للمنتخب التونسي. والاتحاد المغربي لكرة القدم يقرر تجديد الثقة في مدرب المنتخب المغربي محمد وهبي لقيادة المنتخب في المرحلة القادمة. أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك يؤكد أنه متبقي 3 قضايا أمام النادي للحصول على الرخصة الإفريقية الخاصة بالمشاركة في دوري أبطال أفريقيا الموسم الجديد. نادي أهلي طرابلس الليبي ينتظر من حسام البدري الفوز بالكونفدرالية والدوري الليبي الموسم المقبل بعدما حقق النادي كل رغباته وضم أبرز اللاعبين في القارة. بعض الصفحات المغربية تواصل بث الفتن بين الجماهير المغربية والمصرية بتحريف تصريحات حمدي فتحي بعدما أكد اللاعب أن منتخب مصر لا يخشى أحد ولو واجه المغرب أو السنغال لنجح في التفوق. نادي زد يتمسك باستمرار محمد شوقي معه في الموسم المقبل في ظل طرح اسمه للعمل مدربا للمنتخب الأولمبي. بعض المقربين من شوقي غريب يطالبون المدرب بالاعتذار عن العمل في منصب المدير الفني لاتحاد الكرة بسبب الهجوم الذي تعرض له في الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. شريف إكرام يتلقى عرض من نادي بيراميدز للعمل في الجهاز الإداري بعد اعتزال كرة القدم. صحيفة ماركا الأسبانية تثير جدل كبير وتؤكد أن مصر من الدول الراغبة في استضافة كأس السوبر الأسباني، بينما تنفي مصادر مصرية الأمر تماما. مصطفى الزيكو ينشر توضيحا عبر انستجرام ويؤكد أن أمه ستظل رقم 1 في حياته بعد الجدل الكبير الذي أثير بسبب تصريحاته الأخيرة. انتقادات واسعة في أسبانيا لاختيار الفيفا حكم سلوفينيا لإدارة نهائي كأس العالم أمام الأرجنتين وسط اتهامات بمجاملة الأرجنتين. وبكده تكون انتهت أخبارنا، وما تنساش تصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فلا خير لمسلم يتجاهل الصلاة على الحبيب المصطفى، وما تنساش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد.